مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. انعقاد المؤتمر السنوي لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا. تنظيم ورشة عمل في مصوع لضمان حقوق المرأة والطفل. تنفيذ أنشطة واسعة لحفظ المياه والتربة بمديرية تسني. غموض يلف مصير الطيار الأمريكي وتجدد الغارات على طهران. مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء زلزال في أفغانستان. وتعاون دفاعي بين كوريا الجنوبية وفرنسا وسط صراع الشرق الأوسط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في سويسرا أعمال المؤتمر العشرين لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا، وذلك تحت شعار مسيرة 20 عاما لبناء شاب واع ومخلص وكفء. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في 6 مشاركة الشباب وممثلين عن تنظيمات حدري قدموا من أكثر من 10 دول أوروبية. وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أوضح سفير إرتريا لدى إيطاليا ومنسق السفارات الإرترية في أوروبا السفير فسحة بيطرس، أوضح أن حركة شباب الجبهة الشعبية تمكنت لقدراتها التنظيمية وتوسع نشاطها من لعب دور مهم في تمثيل صوت الشعب الإرتري والتصدي للتحديات المختلفة، مضيفا أن تاريخ إرتريا مرتبط بشكل وثيق بدور الشباب، ليشير إلى أن استمرارية الوطن والمجتمع تعتمد على الاستثمار في طاقات الشباب، داعيا إياهم إلى تعزيز وعيهم وتنظيماتهم والتصلح بالمعرفة والمهارات والتعليم ليكونوا ورثة تاريخ مجتمعهم وقيمه. من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الإرترية في سويسرا والمندوب الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد هابتوم زرعي أن الشاب المتعلم والمعتز بثقافته وقيمه يمثل نتاج مجتمع سليم، مشددا على أهمية توسيع مثل هذه الأنشطة المجتمعية. بدوره، أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور، أوضح أن المؤتمرات التي نظمت خلال السنوات 20 الماضية أسهمت في تحديد التحديات التي تواجه الشباب وإيجاد الحلول لها، كما ساعدت في تعزيز قيم المجتمع وترسيخ روح الوحدة والتواصل بينهم. كما قدم رئيس منظمة الشباب الجبهة الشعبية في أوروبا ميكائيل هايلي عرضا حول مسيرة المنظمة وأنشطتها، مؤكدا استعداد الشباب لمواصلة تنفيذ برامج فعالة تلبي متطلبات المرحلة. ويتضمن المؤتمر كذلك ندوة حول الأوضاع الإقليمية والدولية يقدمها السفير فسحة بيطرس، إلى جانب رسالة الدعم قدمها فرع منظمة حدري في أوروبا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 شاب وشابة قادموا من عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك، إلى جانب الدولة المضيفة سويسرا. عقدت في مدينة مصوع ورشة عمل من 30 مارس وحتى 3 حول ضمان حقوق المرأة والأطفال والقضاء على الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات. وتم التوضيح في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع لجنة الإقليم والمديرية لضمان حقوق الأطفال والمرأة أنه تم إحراز تقدم مشجع في القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات في بعض القرى. وقال مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالإنابة السيد إسماعيل عثمان إن الضرر الجسدي والاجتماعي والنفسي الناجم عن الممارسات الضارة ليس بالأمر السهل، مؤكدا إمكانية القضاء عليه في أسرع وقت ممكن بتضافر جهود الشركاء. وأوضح مدير مديرية مصوع السيد هيلي أسفها أن الممارسات الضارة هي مؤشر على انخفاض مستوى الوعي، وحث المواطنين إلى العمل معا للقضاء على الممارسات المتخلفة والضارة بشكل دائم من خلال رفع مستوى الوعي العام. وبعد مناقشة الدراسة الاستكشافية المقدمة، قدم المشاركون تعليقات وتوصيات بناءة.
نفذت أنشطة واسعة في مجال حفظ المياه والتربة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين استخدام المواد الطبيعية بمديرية تسني. وأوضح المهندس مرهاوي جبر ميكائيل المسؤول عن برنامج حفظ المياه والتربة وتنمية الري في مكتب الزراعة بالمديرية، أوضح أن البرنامج الذي يمتد من شهر فبراير حتى يونيو يشمل تنفيذ أعمال شق الأراضي الزراعية وإنشاء الحواجز الترابية وقنوات تجميع المياه. وأشار إلى أنه حتى الآن تم شق نحو 370 هكتارا من الأراضي الزراعية، بينما جرى حراثة أكثر من 700 هكتار، إضافة إلى تنفيذ أعمال حفظ التربة في مساحة تقارب 250 هكتارا وإنشاء قنوات مائية على مساحة 8 هكتارات. كما شارك في هذه الأنشطة ما يقارب 7400 عامل. وأضاف أن الجرارات التي خصصتها الحكومة والتي تقدم خدماتها مقابل 175 نعفة للساعة الواحدة تسهم بشكل ملحوظ في رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرته. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الزراعية في منطقة التنمية الزراعية تسني علي قدر السيد سمعون بيني، أوضح أن مؤسسة الغلال والمواشي وفرت 12 جرارا لدعم هذه الأنشطة، مشيدا بالدور الذي يؤديه السكان والمديريات في إنجاح برامج حفظ المياه والتربة. أقيمت فعاليات رياضية وثقافية وتعليمية في مديريات منصورة وغردات وهيكوتا وبارنتو ولوقعان سبب في الفترة من 20 من مارس إلى 31 من مارس ضمن أسبوع المدارس. وشملت هذه الفعاليات التي شاركت فيها مدارس من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، ونظمت على شكل مسابقات وقرى تعليمية وفن الخطاب ومسابقات كرة القدم وألعاب القوى وبرامج ثقافية وموسيقية. وذكر مسؤول مدارس المديريات مشاركة نحو 470 معلما و2000 طالب في الأسبوع الطلابي، مشيدين بالروح التنافسية التي لعبت دورا هاما في تطور الأسبوع المدرسي وأداء الطلاب. من جانبهم دعا مسؤولو وحدات الثقافة والريادة والصحة إلى تعزيز دور أولياء الأمور والمجتمع والشركاء للاستفادة بشكل أفضل من النتائج المشجعة في مجال الابتكار والإبداع. وأفاد مدراء المديريات إلى أن الانضباط وروح المنافسة لدى الطلاب ميز الأسبوع المدرسي، مشيدين بمساهمة المؤسسات الحكومية. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين. أفاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملعكي والد ميكائيل بأن إصلاح مساقط المياه التي جرت بتوسيع في السنوات الأخيرة قد أسفرت عن نتائج جيدة في استقرار البيئة وتنمية محتوى المياه الجوفية. وقال إن الحملات قد تم تكثيفها في 19 إدارة ضاحية منذ منتصف فبراير 2026 وتستمر حتى منتصف مايو. وذكر عضو مكتب زراعة الشاب زرع تسوى مريم ومدير ضاحية الدخول السيد كفلم كبروم أن منسوب المياه الجوفية قد ازداد بفضل حملات حفظ المياه وحماية ترشيد التربة. تواصل جمعية السلام المرورية تنفيذ عدد من الأنشطة الهادفة إلى الحد من حوادث الطرق وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة. وفي هذا الإطار بدأت الجمعية في العاصمة تركيب ملصقات عاكسة للضوء على دراجات طلاب المدارس الثانوية في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث. وأوضح رئيس الجمعية السيد ستيفانوس هابت مريم أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الجمعية للحد من الحوادث المرورية إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلام على الطرق. وأشار إلى أن الملصقات العاكسة التي يتم تثبيتها على الدراجات تسهم في زيادة وضوح الدراجات خلال ساعات الليل والظلام، الأمر الذي يساعد السائقين على ملاحظتها في الوقت المناسب ويقلل من احتمالات وقوع الحوادث، داعيا مستخدمي الدراجات إلى إدراك أهمية هذه الوسائل والالتزام باستخدامها بالشكل الصحيح. يذكر أن البرنامج انطلق في مدارس البحر الأحمر ودندن وبركة ومبهرم، على أن يتم توسيعه ليشمل مدارس أخرى خلال الفترة المقبلة. أكدت آراء المواطنين أن برامج التعريف بالكتب وتدشينها التي يجري تنظيمها عبر قسم الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي تسهم بصورة فعالة في ترسيخ ثقافة القراءة ونشرها بين أفراد المجتمع.
وأشار مقدمو الآراء لوكالة الأنباء الإريترية إلى أن القراءة تمثل الوسيلة الأساسية لفهم القضايا المختلفة وتحليلها بوعي، مؤكدين أن القراءة تعد غذاء للعقل، الأمر الذي يستدعي من الكتاب تكثيف جهودهم في التأليف والنشر، ومن المجتمع تعزيز عادة القراءة وتوسيع الاهتمام بها. من جانبها أوضحت خبيرة علم النفس والكاتبة الشابة هيلين مختا أن عادة القراءة تتكون تدريجيا مع الوقت، مشيرة إلى أنه في السنوات الماضية كانت الكتب تعاني من قلة وتوفر محدود، بينما تشهد المرحلة الحالية تزايدا ملحوظا في طباعة الكتب، مضيفة أن تنظيم فعاليات التعريف بالكتب وتدشينها يسهم في تشجيع الأفراد على القراءة والكتابة واقتناء الكتب. كما شددت على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمهات والنساء داخل الأسرة في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأبناء، موضحة أن ارتفاع أسعار الكتب لا ينبغي أن يكون عائقا أمام القراءة، إذ يمكن البدء بمواد بسيطة مثل جريدة إريتريا الحديثة لتعزيز هذه العادة. تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول مثل فنلندا والنرويج واستونيا وكوريا الجنوبية تتصدر عالميا في انتشار ثقافة القراءة بين سكانها. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مرة أخرى على الصعيد العالمي. وفي اليوم 36 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تستمر عمليات البحث عن الطيار الأمريكي المفقود في إيران وسط غموض يلف مصيره حتى الآن، في حين دوت مجددا انفجارات في مناطق من العاصمة الإيرانية تزامنا مع عمليات اعتراض جوي. وقد أعلنت طهران إسقاط مقاتلتين وإصابة مروحية لسلاح الجو الأمريكي، وأقر مسؤولون في واشنطن بسقوط مقاتلة من طراز F-15 بنيران إيرانية. وتمكنت القوات الأمريكية من العثور على أحد طياري المقاتلة F-15، في حين لا تزال الجهود مستمرة لتحديد موقع العنصر الثاني من الطاقم. وكذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط مقاتلة أخرى من طراز A-15 قرب مضيق هرمز، مؤكدة إنقاذ الطيار من دون الإشارة إلى مسؤولية إيران عن سقوطها. وفي المقابل، سقطت شظايا صاروخ عنقودي إيراني على مواقع عدة في تل أبيب الكبرى، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية بحسب القناة 12 الإسرائيلية، في حين نشب حريق في المنطقة الصناعية ببئر السبع بشظايا صاروخ إيراني. وفي لبنان، شنت إسرائيل غارة على محيط البرج الشمالي في قضاء الصور الجنوبي لبنان، كما استهدفت غارة بمسيرة بلدة كفر رمان بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي. كما أعلنت القناة 12 إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا والجليلين الأعلى والأدنى. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في حصيلة أولية جراء زلزال في العاصمة الأفغانية كابل وعدد من الولايات المجاورة، وذلك بعد موجة أمطار وعواصف راح ضحيتها العشرات. وقالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في أفغانستان إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، في حين أصيب طفل واحد عندما انهار منزل في العاصمة كابل جراء الزلزال. وفي وقت سابق، ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع في منطقة هندوكوش بأفغانستان وبلغت قوته 5.9 درجات. وتسبب الزلزال في تدمير منزل سكني بالكامل في منطقة كوسفندرة التابعة لمدينة بكرامي بكابل. وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن هزات قوية شعر بها سكان العاصمة الأفغانية كابل وسكان العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وكذلك العاصمة الهندية نيودلهي. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنهما يعتزمان تعزيز التعاون الدفاعي والعمل معا على معالجة أزمة الاقتصاد والطاقة الناجمتين عن حرب إيران. وهذه هي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي منذ عام 2015. وذكر مسؤولون فرنسيون أن الهدف منها هو تعزيز الدور الاستراتيجي والاقتصادي لفرنسا في المنطقة في ظل الاضطرابات الدولية والإقليمية الحادة.
وقال لي بعد القمة: اتفقنا أنا والرئيس ماكرون على تبادل الخبرات والاستراتيجيات المتعلقة بالسياسات من أجل معالجة أزمتي الاقتصاد والطاقة الناجمتين عن حرب الشرق بشكل مشترك. في الخبر الأخير، أرسل رواد الفضاء الأربعة في مهمة أرتميس 2 إلى القمر الصور الأولى للأرض. وانطلق رواد الفضاء الأربعة يوم الأربعاء الماضي على متن الكبسولة أوربون باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية. وبعد مرور 24 ساعة أخرى تقريبا أكملوا نحو نصف الرحلة إلى القمر. وسوف تشهد مهمة أرتميس 2 المقرر أن تستمر نحو 10 أيام تحليق رواد الفضاء الأربعة حول القمر، ومن خلال القيام بذلك يمكنهم السفر بعيدا عن الأرض أكثر من أي إنسان على الإطلاق. نختم هذه النشرة بذكر أهم وأبرز العناوين. انعقاد المؤتمر السنوي لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا. تنظيم ورشة عمل في مسوى لضمان حقوق المرأة والطفل. تنفيذ أنشطة واسعة لحفظ المياه والتربة بمديرية تسني. غموض يلف مصير الطيار الأمريكي وتجدد الغارات على طهران. معطل 8 أشخاص على الأقل جراء زلزال في أفغانستان. وتعاون دفاعي بين كوريا الجنوبية وفرنسا وسط صراع الشرق الأوسط. هكذا سادتي السيدات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.